أما فيما يخص تغيير في الطبقات، فسكنات عدد 3 قد تصل إلى طابق زائد 30 في بعض المناطق وفي بعض الأقطاب الحضرية، لأجل تسجيل معالم معمارية. نعم، إذا عدد 3 راح تكون تصل إلى 30 عمارات، عدد 3 تصل إلى 30 طابق في الولايات. ربما حسب المنطقة الحضرية، يعني ما تقدرش تكون في الصحراء مثلا 30 طابق عدد 3. لا يمكن أن تكون في الصحراء ب 30 طابق. ما تكونش في العاصمة طابق واحد ولا نعم. طابقين. نعم، هذا حسب منطقة، سبقت وأن قلت حسب المناطق من مناطق الجزائر، وأيضا حسب دفاتر الشروط وأدوات التعمير المخصصة لهذه المنطقة، أي الأقطاب الحضارية. 31 طابق إذا R + 30 إن شاء الله، يعني ريتشوسي زائد 30 طابق. إذا 31 طابق في عمارات عدد 3. أكيد نقول لكم 30 طابق ولا 31 طابق، الكل راه يتساءل. مصاعد يا سي حكيم، البروبليم اللي يسكن في طابق 30 هذاك اش راح ديروا له فيما يخص المصعد؟ اذا حبس له ولا توقف له؟ طبعا تكون هناك مصاعد معتبرة ومتطورة لأجل الوصول إلى الطابق الوصول إلى الطابق الآخر. 30 شحال راح يكون في كل ندخل لك في بعض التفاصيل. نعم. شحال يكون في كل طابق؟ شحال تكون من يمكن أن تصل إلى 6 مساكن في الطابق. 6 سكنات في طابق واحد. نعم. إذا عدد المصاعد اللي راح يكونوا في الطابق الواحد شحال راح يلحقوا؟ حسب ممكن أن تفوق 3 أو 4 مصاعد في عمارة واحدة. 4 مصاعد في عمارة ل 30 طابق. لما نتكلموا على 30 طابق، مش كل العمارات عاد راح تكون 30 طابق. لا ليس كل المشاريع، ليس كل عمارات أو كل مشاريع عدل تكون ب30. سبقت وأن قلت بأن طابق زائد 30 لأجل تسجيل معالم، مواقع مخصصة من أقطاب حضارية، أي من سي دي سوميغراسيون. سي دي سوميغراسيون.